بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي تعم فيه علينا وعليكم الفائدة، والذي نتحدث فيه عن هذه الأماكن الخمس في بيوتنا التي تسكنها الشياطين. 5 أماكن في بيوتنا تسكنها الشياطين. هل علمت هذه الأماكن ال5 التي تسكنها الشياطين في بيتك؟ تعال عزيزي وحبيبي في الله لنتعرف عن هذه الأماكن ال5 التي تسكنها الشياطين في بيوتنا حتى لا تصاب بالضرر. فكثير من الناس من لا يعلم هذه الأماكن فيصيبه ضرر من الجن ويصيبه ضرر من الشيطان لأنه لا يعلم هذه الأماكن. وكثيرا من الناس ما تختفي دراهمهم ونقودهم وفلوسهم وأموالهم ويشك بعضهم في بعض، وذلك بسبب الجن الذي يسكن معهم في بيوتهم في هذه الأماكن. هذه الأماكن التي يسكن فيها الجن، هل تعلم هذه الأماكن؟ المكان الأول الذي يسكن فيه الجن هو في بيوتنا، وهو الحمام، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء أي الحمام فليقل أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا المقصود به الحمام. الحشوش أي مكان الخلاء ومكان قضاء الحاجة. أما المكان الثاني الذي تسكن فيه الشياطين في البيوت وهو الأماكن المغلقة والغرف المغلقة والفرش، يعني الفرشة التي تكون في أوضة مفروشة أو كنبة مفروشة أو سرير مفروش ولا ينام عليه أحد. فهذا المكان المفروش الذي لا ينام عليه أحد ينام عليه الشيطان ويسكن فيه الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل أو فرش للرجل وفرش لأهله وثالث للضيف ورابع يسكن عليه الشيطان. إذا كان هناك 4 فرش وفراش لا يسكن عليه أحد أو ينام عليه أحد فيقعد وينام عليه الشيطان. فلا بد هناك أي غرفة ما بتدخلهاش لابد أن تدخل وتخرج فيها وتطوي الفرش اللي فيها، ما تخليش فيها فراش مفرود أو على سرير أو أي مكان. المكان الثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثياب المنشورة. الثياب المنشورة التي ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اطووا ثيابكم فإن الشيطان يسكن في كل ثياب منشورة. اطووا ثيابكم يعني طبقوها، فإن الشيطان يسكن في كل ثياب منشورة. يعني الواحد ما يكويش الجلبية أو البدلة ويخليها معلقة في الدولاب ويجي بعد 2-3 يلبسها فيحس بغزة في صدره، يحس بنغزة في كتفه، يحس بالصداع، يحس برجليه ألم في رجليه، وكل ذلك منين؟ من الهدوم اللي كانت معلقة وكان فيها الشيطان، كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: اطووا ثيابكم فإن الشيطان يسكن في كل ثياب منشورة. المكان الرابع وهو التماثيل في البيت، المكان اللي فيه تمثال أو التمثال في البيت أو الدببة. الناس اللي بتجيب الدببة من القماش دي أو التماثيل أو التحف فيختفي وفيها الشيطان ويسكن فيها الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تماثيل. والتمثال اللي هو زي الدبدوب أو زي مثلا التحف اللي احنا بنحطها في أماكن في الشقة. المكان الخامس وهو الموقد النار. المكان الخامس الذي تسكن فيه الشياطين في البيت هو موقد النار، لأن الشيطان خلق من نار، ولذلك يقرب ويقرب من النار. فإذا أشعلت النار فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تحصن بيتك وتحصن نفسك وتحفظ نفسك من هذه الأماكن ال5: الفرش
والموقد والحمام والتماثيل والصور. تمام. كل هذه الأماكن الخمس لا بد للإنسان أن يعلمها ويحافظ عليها ويتعهدها بالقراءة ويتعهدها بالقرآن والرقية والأذان. وهذه كانت معلومتنا اليوم عن الأماكن الخمس في بيوتنا التي تسكنها الشياطين. جزاكم الله خير وبارك فيكم وعفى عنا وعنكم، وحفظ الله أولادنا وأولادكم من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ولكم وعافينا وعافيكم، ووسع أرزاقنا وأرزاقكم، واشفي مرضانا ومرضاكم بحق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.